يا هلا. النهاردة معانا قصة عائلية غريبة جدا، تحولت لدراما عامة الكل بيتكلم فيها. أهلا بيك. فعلا قصة فيها اتهامات وردود أفعال وحاجات بتخلي الواحد يقف ويفكر. بالظبط، خلافات شخصية طلعت للعلن وبقت مادة للسوشيال ميديا. خلينا نحاول نفهم ايه اللي بيحصل ده. تمام. هو اللي لافت للنظر هنا إزاي العلاقات الأسرية دي بتتداخل مع الشهرة والفلوس وضغط الناس كمان، بتشوف تناقضات غريبة قوي. طيب نبدأ منين؟ المحور الأساسي هو الصراع اللي بين الإخوات محمد وحمدي تحديداً، ودخول الأم الحاجة أم محمود كطرف رئيسي في الموضوع ده. أيوة. الاتهامات كبيرة قوي، كلام عن سرقة ذهب وفلوس واتهامات شخصية، وحتى كلام عن استخدام تكنولوجيا لتزييف حاجات. صحيح. ونقطة الذهب دي لوحدها حكاية. الأم اتهمت ابنها محمد بسرقة ذهبها وفلوس كمان. تمام. لكن الغريب إنها بعد فترة ظهرت في فيديوهات وهي لابسة نفس الذهب ده. مش معقول، إزاي؟ وبعدين طلع تبرير، قالوا لا ده ذهب صيني تقليد هي اشتريته بعد ما ذهبها اتسرق. التبرير ده سمعته. بس الموضوع ما وقفش هنا، رجعت ظهرت بيه تاني حتى بعد ما قالت إنها خلاص مش هتلبسه وقلعته قبل ما تسافر تركيا. لا، الموضوع ده فيه حاجة مش منطقية خالص. بالظبط. التناقض ده بيخلي الواحد يسأل مين بيقول الحقيقة وإيه الهدف أصلاً من الاتهام ده. وهنا ندخل في حتة أخطر كمان، المقطع الصوتي اللي انتشر وقالوا إنه بصوت محمد. المقطع بتاع الأطفال ده. أيوة، في كلام خطير جدا بيمس الأطفال. محمد طبعا نفى تماما وقال ده شغل ذكاء اصطناعي. ووجه الاتهام مباشرة لأخوه حمدي، قال هو اللي فبركه. النقطة دي حساسة جدا وبتورينا قد إيه الخلاف وصل لمرحلة صعبة قوي. فكرة استخدام ال AI لتلفيق دليل زي ده، ده ممكن أصلا؟ طبعا ممكن. تقنيات الديب فويس دلوقتي بتقدر تقلد أي صوت بدرجة خض. لو ده حصل فعلا فإحنا بنتكلم عن مستوى تاني خالص من الخداع والتلاعب، وده بيفتح باب لأسئلة أخلاقية وقانونية كبيرة. وفوق كل ده الاتهام اللي وجهته الأم مرات ابنها محمد آلاء. صحيح، اتهمتها بالسحر. أيوة، ده بيوسع دايرة الصراع أكتر وبيدخل أطراف تانية زي أهل الزوجة في الموضوع، بيزود الطين بلة زي ما بيقولوا. وما ننساش كمان باقي الإخوات، شفنا حسن أخوهم وزوجته سافروا تركيا، ناس فسرت ده على إنهم واقفين في صف حمدي. ممكن. وفي المقابل محمود أخوهم الثالث ده بعد نفسه تماما عن كل المشاكل دي، والناس بصراحة أشادت بموقفه جدا. يوضح لك قد إيه الشرخ بقى عميق جوه العيلة دي. وابتعاد محمود ده ممكن نقراه بكذا طريقة. إزاي؟ ممكن يكون شايف إن اللي بيحصل ده عدى كل الحدود، أو يمكن عنده وجهة نظر تانية خالص مش عايز يقولها دلوقتي. وموقف يحيى كمان أخوهم اللي طلع وحلل شخصية حمدي وقال عليه كلام معين. وصفه بالنرجسية. ده تحليل برضو بيضيف بعد تاني للصورة. والنقطة المهمة كمان هي رد فعل المتابعين. الناس ما بقتش بتتفرج بس، لا طبعا، دول بقوا طرف في الموضوع، بيحللوا وبيدققوا في كل فيديو وكل كلمة وبيكشفوا تناقضات بنفسهم، وبيدافعوا عن طرف ضد طرف. بقى ليهم صوت وسلطة كمان في القصة دي. بالظبط، بقى فيه زي جيوش إلكترونية لكل طرف. والكل دلوقتي مستني مناسبة أسبوع المولودة الجديدة مسك بنت حمدي. أيوة، محمد لمح إنه ممكن يكشف حقائق في اليوم ده، وحمدي والناس اللي معاه بيحاولوا يقللوا من أهمية أي حاجة ممكن تتقال. صحيح، هو المفروض مناسبة عائلية سعيدة اتحول هو كمان لمنصة صراع جديدة. بالظبط. وده بيرجعنا للسؤال الأهم، إيه الدافع ورا كل ده؟ هل هو بس خلاف عائلي عادي كبر وخرج عن السيطرة؟ ولا في نية مبيتة لتدمير طرف لحساب طرف تاني؟ أو زي ما ناس بتقول ممكن تكون مجرد بروباجندا مقصودة عشان المشاهدات والترند وإحياء قنوات كانت نامت شوية. والله كل الاحتمالات واردة. القصة دي معقدة قوي ومليانة تفاصيل والتواءات. صراع دم ولحم اتحول لمسلسل درامي الناس كلها بتتفرج عليه بكل تفاصيله المؤلمة والمثيرة للجدل. قصة صعبة بصراحة. والسؤال اللي بيفضل يطرح نفسه في الآخر، لحد فين ممكن توصل الخلافات العائلية لما تدخل فيها الفلوس والشهرة وضغط الجمهور؟ سؤال مهم فعلا. وهل ممكن أصلاً نوصل للحقيقة وسط كل الروايات دي والتناقضات والاتهامات المتبادلة؟ يمكن الحقيقة نفسها ضاعت في النص. سؤال يستحق إننا نفكر فيه كتير، أكيد.
لو النقاش ده أثار اهتمامكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم التحليل ده ادعمونا بالضغط على زر الإعجاب، ونشوفكم في تحليل جديد قريب.